الاستفتاء 16 من أكتوبر. من المسؤول عن كل هذا الفشل السياسي؟ لاهوري شيخ جني، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، مترجم من اللغة الكردية غسان العطية. لو كان حكيم العقلانية إمام جلال يتمتع بقدراته السياسية والجسدية أبان الاستفتاء، هل كان الاستفتاء سيجري؟ كلا دون شك، لأن عقلانية إمام جلال السياسية وبعد نظره الواسع للسياسة والمعادلات الإقليمية والدولية كان بعيداً عن العواطف والانفعالات والشعارات القومية الفارغة من المحتوى، فالهوية الكردية والقضية السياسية الكردية في نظره كانت مشكلة قومية، لكنه ومنذ بداية تأسيس الاتحاد اختار الوطن ميداناً للنضال وليس العواطف القومية. ومن منطلق تلك النظرة السياسية العقلانية المتكاملة ذاتها اختار الاتحاد الوطني الكردستاني العراق. تقع مسؤولية فشل الاستفتاء سياسياً على عاتق جميع أحزاب كردستان السياسية، وبالدرجة الأولى الديمقراطي الكردستاني، وبالدرجة الثانية الاتحاد الوطني آنذاك، فجميع الأحزاب انقادت إلى التوصيات الاستخبارية والإقليمي التي أدت إلى إجراء الاستفتاء. شخصياً كنت آنذاك عضواً في المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت صلاحياتنا السياسية محدودة جداً، وكانت لدينا انتقادات شديدة وخصوصاً فيما يخص التوقيت والآليات والتعاملات السياسية الخفية. وقرار فرض الاستفتاء، لكننا يجب أن نتحمل جميعاً وبدرجات متفاوتة مسؤولية هذا الفشل السياسي. الاستفتاء كان عبارة عن استخدام ورقة القومية من منظور أمني ومنطلق النفوذ والاقتصاد بهدف إعطاء الشرعية لفرض الملكية الإقليمية على ولاية الموصل بمفهوم العهد العثماني، والسيطرة على نفط وغاز كردستان لصالح تركيا. وبالتزامن مع ذلك كان العمل جارياً من رؤية ومنطلق شحن العواطف القومية الكردية باتجاه تحقيق أهداف إقليمية ومطامع لاسر السياسية في الإقليم، وجعل إقليم كردستان بمثابة مستعمرة إقليمية محتلة واقعة تحت وصايتهم الانتدابية يديرونها عن طريق مقيمي الاستفتاء التابعين لهم. لو كانت العملية تحت أنظار إمام جلال فحتما لم يكن ليسمح بهذا التصرف العشوائي وجراء الاستفتاء الذي كان بمثابة مغامرة مراهقين. ومع الأسف فإن الاتحاد الوطني آنذاك، وكما هو حاله بعد 8 تموز من هذا العام، أصبح بالكامل جزءاً من الخطط والمخططات الإقليمية. الذي كان لا يمر على بالهم حتى اليوم هو مشكلة الكرد السياسية واضطهادهم في أجزاء كردستان الأخرى، حيث لم يسمعوا حتى لحقوقهم الإنسانية في الاعتراف بأن هناك أكثر من 20 مليون كردي يعيشون في بلدهم، في حين يستمعون إلى حكاية الاستفتاء والحديث عن التحرر والدولة الكردية المستقلة من دون أي تقييم ودراسة الوضع والمنطقة والمعادلات السياسية والاستراتيجيات الإقليمية. وها هي خيوط كيفية اتخاذ قرار إجراءات الاستفتاء داخل الغرف والاجتماعات المغلقة تخرج رويداً، وكيف أن الاستفتاء كان مفروضاً وأن جميع الأحزاب شاركت فيه وباستثناء بعض تعابير العتب وما إلى ذلك، فأن
أي من قادة تلك الأحزاب لم تجرؤ على اتخاذ موقف جاد تجاه ذلك القرار الغير العقلاني والغير المدروس. 16 من أكتوبر كان جزءاً من رد الفعل العراقي والإقليمي والدولي الذي جاء بالضد من الذين سدوا آذانهم بشدة ولم يكونوا مستعدين للاصغاء إلى المقترحات بل وحتى إلى الوعود والتعهدات السياسية المعقولة. دعونا لا نتنصل عن مسؤولية الاستفتاء. كنت آنذاك عضواً في المجلس المركزي للاتحاد، وعلى الرغم من أننا طلبنا على الأقل بعدم شمول المناطق المتنازع عليها وفق الدستور العراقي بعملية الاستفتاء، لكن العواطف القومية والعنصرية بل الحقد المذهبي على الشيعة كان شديداً إلى درجة أنهم لم يكتفوا بعدم الاستماع إلينا فقط بل أن قيادة الاتحاد طلبت مني الخروج من كركوك أيضاً، في حين بقي فيها المسؤولون الذين كانوا يتوعدون ويهددون الحشد الشعبي والجيش العراقي قبل الاستفتاء، والذين كانوا يظهرون أنفسهم على أنهم يقهرون ويبتلعون الدبابات والهمارات العسكرية وهي طرية فروا وإن هزموا، تاركين كركوك والكركوكيين وقوات البشمركة، مما كبد الاتحاد الوطني عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وفي النتيجة أصبح الانسحاب أمرا مفروضا لتجنيب كركوك من الدمار ولكي لا تؤل إلى ما آلت إليه حلب وأن لا تنفذ فيها أجندات تركيا وداعش. تر بيت بالورة دجلة هیچ ئەندامێکی ماندووی حیزبەکەم دروست بکات و بەمەش کۆتایی بە ئەزموونی 42 ساڵ واتەواتیان دەهێنم. بعد مضي 4 أعوام على مخطط الاستفتاء لا تزال حملة التخوين تنوح وتعتبر 16 من أكتوبر على أنها خيانة، في حين هم أنفسهم الذين بدأوا بالخيانة بإجراء الاستفتاء خدمة لأجندات مخابراتية، هم أنفسهم الذين فروا من كركوك قبل أي شخص آخر بعد أن كانوا قد توصلوا مع ممثلي الدول الإقليمية وقوات الحشد الشعبي إلى اتفاق في الخفاء، لكنهم عجبا ودون استحياء لا زالوا يسموننا نحن ومن سلك مسلكنا بخونة. 16 من أكتوبر، في حين كانوا أنفسهم قد قرروا الانسحاب والفرار أثناء اجتماعاتهم وقبل 16 من أكتوبر بوقت طويل، وباستثناء أدبيات الذل واللا عقلانية لهذا النوع من المتاجرة بالقضية السياسية الكردية، لم ولا يوجد في أي مكان من هذا العالم أن تكون جزءا من دولة اتحادية حيث قادة الكرد هم الذين صاغوا الدستور العراقي باعتزاز، وكانوا يناشدون المواطنين الكرد بحماس للتصويت لصالح هذا الدستور، ورغم ذلك تأتي وتقول بأن هذه الدولة الاتحادية جاءت واحتلت واحدة من المدن التابعة لها. هل يعقل أن تعيد الدولة الاتحادية بسط السيطرة على مدينة تقع وسط بلادها سواء كان بالقتال أو بانسحاب القوات المسلحة التابعة للإقليم؟ وهل يعقل أن يعتبر ذلك احتلالاً؟ مدينة كركوك التي كانوا يعتبرونها محتلة وقرروا عدم العودة إليها، ها هم يقيمون فيها حملة انتخابية للتزوير عائدين إليها بنصف حجم تواجدهم فيها قبل الاستفتاء، دون أن يفكروا بجميع تلك التشدقات التي أطلقها صناع الاستفتاء وملاحمها قبل 4 أعوام.
16 من أكتوبر. ورغم جميع تداعياتها السيئة والتي كانت من مستخرجات ونتائج الاستفتاء حمى كركوك وجنبها الدمار، ومنذ اليوم الذي كلف فيه محافظ عربي لكركوك يتعاون معه هؤلاء الذين يقومون بتخويننا نحن من حقنا الدم ويتعمدون القيام بكل ما يضر الاتحاد الوطني والكركوكيين. الحقيقة هي أن صناع الاستفتاء والمزايدين به لم ولا ولن يطلبوا أي خير وأي حسنة لكركوك والكركوكيين، وخصوصا لسكانها الكرد وللاتحاد الوطني فيها، لكن الاتحاد بات الآن وبعد الانقلاب مستسلما تماما لذلك. الخطاب المتسلط للمتاجرين السياسيين وأصحاب المصالح السياسية والتي اعتبرها متاجرة بالقضية القومية. وفي النتيجة فأن 16 من أكتوبر لم يكن خيانة قطعا، وليس كذلك فقط بل وأنه كان درعا وطنيا تولى حماية كركوك وحال دون إحالتها إلى ما آلت إليه حلب وإلى تحطيم طموح الذين كانوا يحلمون بإعادة ولاية الموصل القديمة بما فيها كركوك إلى تركيا. والتخوين ليس سوى بث وإشاعة التلفيقات والأكاذيب التي تطلق بهدف ترقيع الاستفتاء الفاشل. الخيانة هي أن تكرس جل جهودك الحزبية والسياسية والاقتصادية خلال الأعوام 16 إلى 17 الماضية باتجاه عدم إعادة كركوك إلى إقليم كردستان دستوريا. الخيانة هي أن تسرق عشرات المليارات من الدولار للاسر السياسية وتبقي الناس يعيشون في فقر وعوز، وأن تتاجر متاجرة قومية بنفط كردستان وسيادة كردستان والكرامة الإنسانية للفرد الكردي. وروجه هزن نشتمان پرورن کردستان الهمنه تو آینا کمبونو بریار خدا کروجا 25 ایلول خلق کردستان بچنه سر صندوق و بیجن بله بو سرخوبونه بو اف بریاره هات ادان اگر التزام دستور هات باکرن اگر شراکت